السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وقت اللي يلحقكم الفيديو، الوصفه تاع اليوم راح تكون تحليه اللي راهي دايره حاله في مواقع التواصل الاجتماعي. صدقوني تحليه اقتصاديه 100%. يعني كما نقولوا نضمن باللي المقادير ديالها موجوده في اي بيت جزائري. واحكيوا لي على هذيك البنه ديالها. يعني الحاجه الاولى اللي نسحقوها في هذه التحليه، ارواحوا تشوفوا واش كاين عندي هنايا. فلان ذوق كراميل، يعني لازم يكون ذوق كراميل. ونسحقوا هذا الكاطو بوتيت بور، يعني هذا يتباع باكي فيه 5. انا في هذه الوصفه ديالي حنحتاج 3 هكذا لي باكي كيما راكو تلاحظوا فيهم. هنايا بالنسبه للتحليه ديالكم تقدروا ديروها لولادكم بطبيعه الحال، كما تقدروا ديروها مشروع مربح للماكيتات في البيت. تبعوا معايا فقط الخطوات. وهذه التحليه كما قلت لكم نحتاج فيها 100 غرام تاع الفلان فقط. عندي هنايا 3 كيسان تاع الحليب. بالنسبه للكاس اللي يرفد 240 مليلتر. هنايا درت 3 كيسان كما راكم تشوفوا. دوك نزيد هنا نضيف الكاس الثالث فوالا، ونضيف فيهم الفلان. بالنسبه للفلان في العلبه ديالو مكتوب 150 غرام. يعني شوفوا كي تنحيو له العلبه ديالو كما راكم تلاحظوا، وتزيدوا تنحيو له داك الكراميل اللي لداخل العلبه تاع الفلان فيها 100 غرام. تزيدوا تنحيو له هذاك الساشي. شوفوا راني وزنته قدامكم. قولوا هذيك ال5 غرامات تاع الساشي هو الداخل فيها 100 غرام تماما. فهاد التحليه البنات ما راحش نحتاجو في الفلان والحليب السكر تماما. واش نحتاجو هنايا المايزينا اللي هي نشا 2 مغارف كما راكم تشوفوا كبار تاع المايزينا. نخلطوا مع الاول بارد في بارد، ونروحوا نحطوها فوق النار حتى يغلي لنا هذاك الفلان. كشغل رانا نجهزوه في فلان عادي. هذه الخطوه الاولى. يعني هنايا نخلط مليح حتى نحس هذاك الفلان ديالي داب لي تماما. نروح نوضعوه فوق النار. بعد ما فاض لي هذاك الحليب هنايا عفوا هذاك الفلان. يعني هنايا شوفوا حذاري بالكو انا كان لصق معايا، غفلت عليه شويه. شوفوا لقيتو لصق معايا. هنايا نديرو بابي فيلم ونروح نخليوه يبرد يعني تماما. هنايا انا يعني باش نكمل ندير الوصفه تمتم كنت حطيته في الكونجيلاتور حوالي هكاك نص ساعه، كان برد لي مليح مليح. عندي لهنايا نص كاس تاع السكر حطيته في الكاسرونه ديالي، ونروح نحطوه فوق النار حتى يذوب لي يولي لي كراميل، يعني يذوب لي تماما. نقصوا له فقط النار، ما لازمش ينحرق معاكم كما راكم تلاحظوا. من جهه واحده اخرى واش عندي هنايا المايزينا. نديروا نص مغرف تاع مايزينا كما راكم تلاحظوا، نص مغرف كبيره مع 2 مغارف تاع الماء. هنا لازم ندوبوهم مليح مليح حتى هذوك الحبيبات يختفيوا تماما. ومن جهه واحده اخرى يعني هذاك السكر ديالنا راهو يذوب لي في غردو. نقصوا تماما فقط للنار وخليوه يذوب. ما لازمش تقويو له النار، خاطرش لو كان يفوت ينحرق ما راحش يعطي لكم يعني الوصفه اللي رانا حابينها ولا الكراميل اللي رانا حابينه يجي فيه ريحه الحريق. هنايا كما راكم تشوفوا ذوبت هذيك المايزينا مع الماء. نروح نشوف هنايا الكراميل ديالي ولا السكر تاعي بعد ما داب. نضيف له مغرف تاع لا مارغرين ندوبها مع هذاك الخليط. هنا بالك راهي يعني السكر ديالنا راهو يغلي بالك ويطير عليكم. هنا نذوبوا المارغرين ديالنا. واش نديرو نص كاس تاع الحليب. كما شفتوا انا كنت وجدته راني نقصت منه، نحتاجو غير نص كاس تاع الحليب، والنص الاخر خليته بجهه واحده اخرى. هنايا شوفوا كي ديروا الحليب راح يبدا يفيض معاكم، نتوما قعدوا تحركوا وميم طون راكم تذوبوا في هذاك السكر اللي تحجر لكم. نزيدوا نضيفوا هذاك الخليط تاع المايزينا ونحركوا مليح. شوفوا هذيك لا كولور ديالها شحال جات شابه. علاش قلت لكم على الاول بالك برك ينحرق لكم السكر. نقعدوا نحركوا حتى ندوب كلش. بعد ما تعقد لي هكذا شويه هكذاك في الكاسرونه نجوز عليها بالبغاء ميكسور ونروح نحطها في بول تبرد لي بجانب. هنا هذه المرحله الثانيه مهمه، لازم الخطوات كي ديروهم كامل يكونوا باردين، خاطر لو كان ديروا سخون في سخون التحليه ديالكم ما راحش تعطيكم نفس القوام اللي راني حباتو.
هنايا بعد ما برد لي هذاك الفلان ديالي، شوفوا لهنايا نخلطوا هكذا شويه كيما راكو تلاحظوا. ومن بعد نجيب له كاس تاع الشونتيي. هنا فقط يعني لازم تتاكدوا ان الفلان ديالكم راهو نشف لكم، يعني بس كيما معرفين نديروا الفلان. لو كان يكون سخون وتحطوا فوقه لا كريم شونتيي راح ما يعطيلكمش نفس القوام وتذوب معاكم، يعني القوام ديالكم ما يجيكمش ثقيل كيما رانا حابينه. فوالا دوك نخلط هكذايا مليح لخاطرش راهو ناشف معايا، ونزيد له هذاك الكاس تاع الشونتيي. بطبيعه الحال كيما قلت لكم هذه التحليه اقتصاديه بزاف. شوفوا ميم كي نقول لكم اقتصاديه، لو كان تذوقوا البنه ديالها وتجربوها راح تعرفوا واش راح نقول لكم. يعني لهنا درت هذاك الكاس تاع الشونتيي ونطلعها. هنايا ماشي تضربوا غير شويه وتخلوا، تضربوا حتى تتقال معاكم هذيك الكريمه، واللون ديالها يولي لكم كلاغ بارابور مع الوجدو كان شغل اصفر، دوك تولي لكم رايحه للباج. يعني هكذا باش تعرفوا. كاين هنايا بنات صغار معانا يعني يحبوا يعرفوا مليح هادو التفاصيل، وانا ما حاش نبخل عليكم. بالنسبه للتحليه ديالنا راح نديروها في هادو العلب اللي يعني انا ننصحكم ونقولكم من هذا المنبر ما ترميوهمش. هادو العلب اللي نشريو بهم فيهم هذوك لي كاطو ماكسنت هذوك ما ترميوهمش. من جهه اخرى درت الحليب كنت سخنته بيان سور مع القهوه، واللي حبت دير يعني تقدروا ديروها حليب وحده. انا ننصحكم ديروها حليب مع القهوه. علاش البنات؟ باش تجيكم بنينه. كما قلت لكم هادو العلب البنات تقدروا ديروا فيهم مام كي تشريو الدجاج يعني هكذا تقسموه ديروه لداخل. تقدروا يعني زعما باغ اكزومبل تقعد لكم الحلوه ديروها لداخل، ولا مام جاكم ضيف كيما على بالنا بلي حنا كامل نشرو لي بورت مونجي وعندنا ازمه مع لي بورت مونجي. انا وحده نروح لدارنا ماما تعطينا دوك لي بورت مونجي باغ اكزومبل الكاطو ولا الماكله، ما نجي نديهم لا حتى تنساهم، تروح تعاود تشري واحد اخرين جدد وهي رايحه. اديني اختي نعطي لها فيهم باغ اكزومبل شغل هادو مام كي تعطيهم فيهم ما راحش تحوسي عليهم باش يعاودوا يرجعوهم لك. مام جاك ضيف هكذايا ولا ماكلاش لاباغ ديالو تاع الحلوه ولا تاع الكاطو ولا تاع باغ اكزومبل الماكله، تعطي له فيها تغل فيها لو بابي فيل، ما تحوسيني على بورتمونجي ديالك ما والو. فوالا يعني ما خسرتي والو في هادو لي بواط كي تخبيهم. مام كيما نقول لك كي تقعد لك ماكله زايده ديريها فيها وتغل فيها بابي فيلم راهي محطوطه في الفريجيدار ولا يعني ماكله ومشربو معاك. نديرو شوفوا هنايا كي نجيو نديرو طبقه من التحت نديرو زوج طبقات تاع الكاطو تاع البسكويت كيما راكو تشوفوا، ومن بعدك في الطبقات الاخرين يعني ديروا تبقى. هنايا نشمخ ونحط هنايا نورمال ميم كي يتكسركم كيما شفتوا راح تعاودوا تحطوه بكل سهوله. نكملهم كامل هكذا ونجيب هذيك الكريمه ديالي ونوزعها يعني على الوجه كامل تاع هذاك البسكوي. يعني الكريمه شوفوا البنات ما تجيش ثقيله فريمون وما تجيش خفيفه يعني ما. هنا بالنسبه للتحليه ديالكم البنات كي ديروا هادو الطبقات شوفوا انا قعدت في لو تام تاع اقتصاديه. نتوما الاضافات نتوما لكم الاختيار، حبيتوا تزيدوا لها البنان حبيتوا تزيدوا لها مكسرات كيما يهوالكم وش عندكم في الدار. فوالا يعني راهي دايره ضجه هاد التحليه، وكي دار الضجه البنات يعني تستاهل باش تجربوها. يعني كيما نقولوا الضجه تاعها في قداها. فوالا انا هذاك الكراميل اللي قعد لي مع الفلون يعني يجي فيه الداخل درتو هكذايا كيما راكو تلاحظوا باش يعطيني حلاوه. يعني انا على كل حال نحب بزاف هادوما التحليات ولي ديسير كيجيو حلوين، ما نحبش حاجه صامته. فوالا دوك انا نكمل هكذايا بنفس الطريقه، نزيد ندير طبقه نشمخها هكذايا، نجيب هنا قدامي هذاك الحليب باش نخدم هكذايا كل حاجه مرتبه ما نقعدش نغنجق في الدنيا. نكملهم كامل بنفس الطريقه حتى نلحق للطبقه الثالثه. انا بعد ما يعني كملت الطبقه هذه نزيد ندير لها لا كريم ونزيد ندير بسكوي وهي رايحه. هنا للامانه البنات بعد ما كملتهم في زوج انا يعني للامانه هذيك 3 باكيات خرجوا لي زوج علب كيما هذه. واش درت البنات؟ علاش قلت لكم يعني ما تزربولهاش هذه التحليه؟ درتهم في الكونجيلاتور حوالي هكاك ربع ساعه حتى يعني حسيت هذيك الطبقه اللي من الفوق شدت معايا.
لو كان ديروها هكذاك وهي مازال ما شدتكمش، يعني ما بداش تجمد لكم، كي تحطوا فوقها الكراميل راح تجيكم يعني كيما نقولوا يتخلط هذاك الكراميل مع هذيك الكريمه اللي درتوها من الفوق. فوالا يعني هذا لي زاستيس نعطيهم لكم كامل، سيرتو كيما قلت لكم للبنات صغار هكذا باش ما يغلطوش. والحاجه شوفوا البنات، يعني هي العين تاكل قبل من الفم، نتفاهموا. شوفوا كي ديروا حفصه هكذا وتجيكم لا فينيسيون ديالها شابه، تتحمسوا باش تاكلوها. باغ اكزومبل يعني درنا نفس التحليه وكي تكون مغنجقه يعني قلبك يهرب عليها. علاش نقول لكم باللي يعني الحاجه كي تخدموها خدموها هكذاك كيما نقول لكم، خدموها بحب، شغل راكو تخدموا راكو تتفنوا فيها. على كل حال انا كي نخدم لي كاطو ولا نخدم هادو التحليات، شوفوا صدقوني البنات نخدمهم يعني عن حب ونتفنن فيهم. شوفوا بابسط الاشياء، واش شوفوا ميم الديكور يعني واش يكون عندي ديروا. انا تقدروا حتى نديروا لها لي زاموند يفيلي ولا كاوكاو يفيلي، حبيبه الشوكولا. شوفوا لهنايا هذيك التحليه ديالي كما قلت لكم اقتصاديه على بها، قعدت في هذاك لو تام. مام هذاك الكراميل كي قعد لي انا فتحته ما عندي من ندير به، يعني لازم نزين به هذيك الطبقه الفوقانيه. مام شوفوا لهنا البنات كي تكملوا لها الديكور ديالها، يعني كيفاش نقولوا من داك الهضره تروح ليا. ننصحكم فوالا ننصحكم تخلوا هاد الزيت يعني تبرد على الاقل 2 سوايع ولا 3. شوفوا انا لهنايا باش نكمل الفيديو ونحطه لكم، يعني قسمتها مباشره ما خليتهاش كامل ريحه. صدقوني كي قعدت باتت بون الدوزيام كي قعدت باتت وكليناها الغدوه من داك بزاف بنينه. على كل حال شوفوا البنات ما تقعدش معاكم هذه التحليه من قوه القراف بنينه. ننصحكم انكم تجربوها البنات وترجعوا لي الخبر. هنا قبل نهايه الفيديو نقول لكم ما تنساوش الضغط على الجيم والبارطاج. مع السلامه.